بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام ونعمة وبركة. اليوم إخواني أخواتي بغيت نتكلم على واحد الظاهرة، واحد رجل دولة اللي يعتبر يعني تتقال عليه هذه الكلمة كرجل دولة. يعني كاملين كنعرفوا بأن رجال الدولة هما ناس شدوا مناصب الدولة أو زعماء أحزاب، عندهم واحد المميزات اللي لازم تكون فيهم. وحنا كمغاربة من يوم الاستقلال ديالنا إلى الآن دازو عندنا رجال الدولة محترمين، عندهم واحد العمق فكري سياسي، فيهم من يعني باقي الآن يزاول المهنة ديالو، مازال يعني تيقدم الخدمات للوطن ديالو. وفيهم ناس يعني نعرفوهم في الذاكرة ديالنا، ذاكرة جميلة عليهم، كنتمناو له اللي باقي حي الله يطول ليه عمره، واللي مات الله يرحمه. الظاهره اللي بغيت نتكلم عليها اليوم هو واحد الظاهره اللي مؤخرا يعرف برجل دوله، وهو معروف عليه، يعني كتبت عليه صحافه وصحافه وطنيه وصحافه دوليه بانه يعتبر من المهرجين السياسيين في المغرب. هذا الرجل هذا بان في 2011 في واحد الحزب اللي ما كانش عنده تجربه، يعني واحد الحزب اللي نشأ في واحد الوقيته، ونشأ من رحم من رحم يعني من الناس اللي كان عندهم توجه ديني وكانوا تيساندوا الاسلام السياسي. هذا الشخص هذا انا كنعرفه يعني مزيان، نعقل عليه في الوقيته اللي كان تيجي للمنطقه ديالنا، لاننا بحكم انا من ابناء مدينه الرباط، وبالضبط من المدينه، يعني نعرف باب العلو، نعرف الجريدة اللي كان تيجي ليها كان هو المسؤول في هذيك الساعة، وكان يستضيف بعض الشباب وكان تيصلي بهم، وكان عنده مبادئ ضد الملكية وضد الحكومة، وكان يقول الملك يسود ولا يحكم، وكان يعني كان دير واحد البلبالة في واحد الوقت. وهذاك الوقت أنا راه نعرفه لأن هو ولد المنطقة ديال العكاري، وأنا كنت ولد منطقة مدينة الرباط. غير انا ما كنتش من المؤيدين ديالو، لان في هذيك الوقيته انا كنت تنتمي لواحد الجمعيه معروفه، الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه. كانوا فيها ناس حدثيين، ناس كانوا تيوجهونا توجيه ديمقراطي، ناس كانوا تيعطيونا افكار جديده، وما كناش من الشباب اللي نجرف في التيار ديال الاخوان المسلمين انذاك. ما علينا. هذا الشخص هذا اللي تقلد مسؤولية رجل دولة في 2011 في الربيع العربي، كان من الناس اللي كان دار عائق للدستور المغربي، ما خلاش الناس اللي تخدم في الدستور المغربي توفر واحد الفصل اللي معروف كفصل حرية المعتقد. كان خرج وهاجم الاقليات في المغرب بان هاد الناس هادو واش غينفعونا، غادي ياكلوا غير رمضان، واتهمنا بالفساد واتهمنا بعدد من الاشياء. هاد الشخص هذا دائما كان تيعطي انطباع ومن بعد ينقلب عليه، وهادشي اللي تنقول كله بشهاده ديال الصحافه وبالشهادات اللي كانوا الناس ياخذوا منه مواقف، وكان تيرجع واحد الوقيته تيقول ضد ديك المواقف اللي كان تيامن بها. وبالفعل هذا الشخص هذا كذلك معروف كان يكون يعني في شي ملتقى حتى تيولي منشط، تيكون تيخطب ولا هادي تيولي منشط، بحال منشط مهرس، شي منشط يعني فكاهي. ومعروف كذلك بأنه كان تيبكي في بعض الحالات، كانت الدموع تهبط، ومعروف الكلمة ديال فهمتي ولا لا. صافي دابا ملي قلت لكم فهمتي ولا لا غتكونوا عرفتوا. وفي بعض المواقف كان تيضحك، وفي بعض المواقف كان تيبكي. والان
يعني نزل القيمه ديال رجل الدوله في المغرب. معروف هو بانه يعني كان وزير اول، ويعني الان بهذا الخروج ديالو المتكرر اللي تيغي تيكلاشي دابا، دخل ديك الحياه ديال صحاب اليوتيوبرز وصحاب المؤثرين، عجبو هذا الشيء، ودابا تينتقد. والمشكل دابا عنده مع الدين، عنده هو كان رجل دين، هو كان يعني كان ينتمي للشبيبه الاسلاميه، وتيخلط ولا غير تيكعور ويعطي العور. فتنظن هذا الشخص هذا تيعطي صورة سيئة لرجل دولة في المغرب. كنا نتمناو بأن الحزب ديالو يعني الحزب ديالو تشدو واحد فئة من الشباب ويطوروه ويخليوه حزب لجميع المغاربة، ما يخليوش حزب عنده واحد التيار معين. أنا بالعكس، أي حزب كيف ما كان في المغرب نبغيه يكون لجميع المغاربة، بما فيهم مكونات دينية مختلفة عن الإسلام. فهذا الشخص هذا مؤخرا هاجم مشاريع كثيرة، هاجم مشروع ديال مدونة الأسرة، تبرأ من التطبيع اللي يعتبر التطبيع هو قرار دولة، خاصك تحترمه، خاصك تساندو من المفروض. عدد من المواقف تيتخبط فيها ويسيء لهذا الحزب، لان هذا الحزب ما نعرفوش كان بانه كانت واحد الاغلبيه واحد الوقت، وكنا تنتمناو من هذا الحزب هذا يزيد يتطور بالشباب ديالو، ويكون ويشد يعني زمام الامور مع جميع الاحزاب المغربيه. ولكن للاسف هذا الشخص هذا راه شد هذا الحزب هذا الان تيحفر ليه القبر ديالو. المهم باش نزيد نوضح الاخوان اخوات، هذا الشخص هذا هو عبد الله بن كيران، امين العام لحزب العداله والتنميه، اللي بغينا اليوم نديروه فوق الشوايه. وهادشي كامل راه ما قلناش شي حاجه كثيره، تقريبا هادشي اللي هضرنا فيه راه غير 1% ولا 2% من الفشل ديالو، فشل سياسي، يعني عدد من النقاط اللي فشل فيها بزاف بزاف بزاف. كنتمنى ليه باش هذا الفيديو هذا يوصلو ويعرف شكون هو في نظر بعض المغاربه، ماشي جل المغاربه. يمكن عنده متابعين وعنده ناس اللي تيساندوه، ولكن راه ماشي كاع المغاربه تيساندوك السي عبد الاله. الناس اللي تينتقدوك، كاينين الناس اللي مازال الان تيتألموا على المواقف اللي خديتيها في 2011. خليتينا يعني هاجمتينا بواحد الشكل شرس، وخديتي واحد الشعبيه على ظهرنا، وطلعتي على ظهرنا احنا باش تاخذ واحد الشعبيه في وسط الحزب ديالك وفي وسط المتابعين ديالك. هاد القضيه هذه ما غندوزوها لكش، مازال غيحاسبك عليها التاريخ. المهم كنشكركم اخواني اخواتي، ربي يبارك لكم في حياتكم ويبارك فيكم. ليله سعيده، ولنا فيديوهات في المستقبل اللي نعطيو فيها الراي ديالنا والانطباع ديالنا. شكرا لكم.